فتحت الفيديو عشان خايف، صح؟ حقك تخاف، بس انت عارف ان انت نفسك بتفتح باب للقنابل كل يوم، ودي ما بتقلش خطر عن القنابل اياها، لانها بتدمر مناعتك، شعرك، هرموناتك، بويضاتك. والقنبله دي ما بتنفجرش بصوت، لكنها بتبوظ الغده وبتعطل هرموناتك وبتزود الالتهابات وبتكسر في نفسيتك واحده واحده. القنابل دي زي السكر، الزيوت المهدرجه، المقليات، المعجنات، اللحوم المصنعه، والكافيين الكتير، والمشروبات الغازيه، حتى لو دايت وحتى لو مصري مش مقاطعه. هقولك ازاي. السكر بيزود الانسولين فيعطل التبويض، والزيوت بتعمل التهابات مبايض، والجسم يدخل في مقاومه، فالنتيجه تبويض ضعيف او معدوم. السكر لما بيزيد بيخلي الجسم يقاوم الانسولين بتاعه، فالسكر بيعمل ايه؟ بيروح يتخزن على البطن على شكل دهون، ويوقع لك الشعر، ويفتح الشهيه، ويعمل لك اضطرابات في الدوره الشهريه. الاكل السيء مفيهوش فيتامينات، فالنتيجه يحصل لك توتر، اكتئاب، خمول. السكر والكافيين بقى بيعملوا لك حاله اسمها هاي اند كراش، فجاه تلاقي نفسك مهايبر، طاقه، نشاط، وساعات تكون مصدوم، كئيب، ما عندكش نفس تعمل اي حاجه، لا انت فاهم نفسك ولا حد فاهمك. القنابل دي بتسرق حياتك، زي مثلا الاكل المصنع اللي بيمنع امتصاص الفيتامينات، وبيستهلك مخزون الجسم في مقاومه الضرر، وبتقتل البكتيريا النافعه اللي بتساعدك تستفاد من الاكل. يعني حتى الحاجه الوحيده اللي نافعه في حياتك ماتت. والقنابل دي بقى بتخش تسرق فيتاميناتك، زي مثلا فيتامين د، النتيجه ضعف تبويض ومزاج سيء. تسرق فيتامين بي 12، النتيجة يحصل خمول، تساقط شعر، قلق. وتسرق المغنيسيوم فيحصل لك توتر، نوم ضعيف، تشنج. وتاخد معاها الزنك، فالنتيجة بشرة تعبانة ومناعة ضعيفة. وتاخد معاها الحديد، وما أدراك من نقص الحديد، ضعف عام، دوخة، تساقط في الشعر، نقص هيموجلوبين، بلاوي سودة. والأوميجا 3 فالالتهابات تزيد عندك، وهرمونات مش مظبوطة. طب أعرف منين إن جسمي بينفجر بالبطيء، دايما تعبان ومش عارف إيه السبب، بحس بهبوط بعد أكل السكر؟ تخيلوا، شعرك أو شعرك بيقع ومزاجك مش ثابت، والحاجة اللي مجننانا جسمك ما بيخسش بسهولة. دي إشارات كلها إن جسمك بيقولك خلي بالك. طب ازاي بقى ابطل مفعول القنابل دي؟ اول واهم حاجه ان انا ابعد عن السكر، ولو بالتدريج ابدل الزيوت المهدرجه بالسمن البلدي، واركز على البروتين سواء النباتي او الحيواني، والخضار والدهون الصحيه، واخد سناك حقيقي مش مزيف زي الفشار، فاكهه، مكسرات، بليله، ترمس، حمص، واشرب ميه بانتظام، واخد بالي من نومي، واتحرك. جسمك لا كسلان ولا حرقه ضعيف، بس هو بيصرخ وبيقولك الحقني، وانت اللي بايدك القرار. قول معايا، هاكل صح وما تاكلش بعقلك حلاوه. ولو اول مره تشوفني، فانا دكتوره داليا يوسف، اخصائي التغذيه العلاجيه والاكلينيكيه. وشير لي الفيديو لصاحبك اللي مزاجه مش حلو ومش عارف هو ما بيخسش ليه.